جايز عاملين ايه؟ النهاردة فيديو مختلف عن كل الفيديوهات. هقول لكم على افضل روتين يومي للمدرسة مسائي هتعتمدوا عليه باقي الفصل الدراسي التاني. ويلا بينا. اول حاجة هتعملوها بعد ما تيجوا من المدرسة انكم ما تمسكوش الفون يا جماعة. وهقول لكم على الروتين بالكامل حتى لو عندكم دروس. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك. لما تيجوا من المدرسة ما تنسوش تغسلوا ايديكم علشان لو مسحتم اي حاجة فيها تراب او حاجة. ولو عندكم دروس روحوها، ولو ما عندكمش خلاص. اهم حاجة ان الاوضة تبقى مترتبة، ولو مش مترتبة رتبوها علشان بتدي اجواء حلوة وتحسوا ان نفسيتكم تبقى احسن واحلى. وبعد ما تيجوا من المدرسة لازم تغيروا اللبس علشان لو في اي اتربة او عرق او حاجة. اهم حاجة انكم تصلوا كل الفروض اللي عليكم. وطبعا لازم يبقى في بريك كده بعد ما تيجوا من المدرسة. واهم حاجة يا جماعة النظافة الشخصية وتهتموا ببشرتكم كمان. وطبعا لازم تاكلوا كويس علشان تعرفوا تركزوا وتاكلوا اكل صحي ومفيد علشان صحتكم وكمان تركيزكم. تجهزوا للمذاكرة وتبدأوا تذاكروا. وكمان تاخدوا بريك بعد المذاكرة وتعملوا روتين يومي زي انكم تغسلوا اسنانكم او ترطبوا وشكم. ولو عندكم اي تراكمات او واجبات او تقييمات اعملوها. لازم تخصصوا وقت لنفسكم، وقبل ما تناموا لازم تنظموا شنطتكم وتشربوا مية كتير طول اليوم. وتمسكوا الفون لمدة محدودة مش اكتر في اليوم الكامل. وممكن تسمعي بودكاست انت بتحبيه او تقرأي او اي حاجة انت بتحبيها. وتمسكي الفون شوية، وطبعا قبل النوم بساعتين. وبس كده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم افكار فيديو جديدة ممكن تقولولي في الكومنت. وبس كده، باي.